السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. الكاوتش ضرب وانا على الطريق. كاوتش السكوتر ضرب وانا على الطريق، ضرب خالص. كاوتش فرقع. ايه اللي يخلي الكاوتش يضرب وايه اللي يخليه يفرقع؟ يا ترى من حرارة الاسفلت ولا من ايه بالظبط؟ ده اللي هنعرفه في الفيديو ده ان شاء الله. اتمنى كل يخش يشترك في القناه ويدوس زر الجرس ويدوس لايك على الفيديو ده عشان ده مهم جدا، عشان انا ارتكبت خطأ ويا رب كلكم ما تقعوا فيه. الكاوتش ده يا شباب كان فيه خرم صغير جدا، فطبعا وديتي عند واحد بتاع كاوتش قعد يقنعني بالماده وحط ماده ومش ماده، والماده بتسد الخروم وهتظبط معاك الدنيا. الكاوتش ضرب، الكاوتش فرقع كله على بعض، الله اعلم ممكن مزوده زياده ولا الماده اتفعنت مع حاجه جوه. الكاوتش جه نصين جوه، فربنا يسترها بقى ونعرف نروح. واول ما اوصل لواحد عند بتاع كاوتش اقول لكم هنعمل ايه في الفرده دي وهنحل مشكله الفرده دي ازاي. الحمد لله عرفت اوصل بنزينه، فضلت ماشي على مهلي بيها لغايه العجله دي مش هينفع لها تستحمل. العجله ضربت فيها عامله بلبله، فالقطع جاي في حته بايخه فالعجله دي ان شاء الله كده انا شكليها اغيرها. العجله دي نوعها كينج ستون، تاريخها 2024 كده. الكاوتش ده قاعد معايا كده بقاله سنه. فقبل ما اجيب الكاوتش ده كان معايا كاوتش تاني كنت مركب واحد اللي هو كندا، بس القطع جاي فين؟ فهو اصلا بيجيب هوا من هنا، فده ولا ينفع لها خابور بقى ولا ينفع لها مكوى ولا اي حاجه، وهي عملت بالونه اصلا. قبل ما اجيب الكاوتش ده كان معايا فرده تانية كندا قعدت برضو معايا سكه سنتين. فطبعا كده الاتنين ممكن ما اجيبش الانواع دي تاني، ممكن اجرب نوع تاني بقى. في ناس بتقول لي بيراميدز، ممكن نجرب بيراميدز كده نشوف برضو الدنيا معاه بتحكي في ايه، نجربها سنه ولا 6 شهور كده برضو اقول لكم ريفيو عنها. بس هنروح نغير العجله كده ونشوف الدنيا.